طبعا والتسمم مو ذنب المطعم اللي اكلنا من عنده، لانه المكان كلش نظيف. تعرفون هو الفيروس يعني جرثومة تصير على ممكن لقمة واحدة بالاكل، والاكل كان كلش طيب بحيث يومين احنا ناكل بيه. فتسمعون العافية يعني كلش تأذينا. والكابتن كلش متسمم، يعني الدكتور قال له انت ماكل السم مال البكتيريا، فما تتخيلون صاير بيها. وحتى المغذيات والادويه اللي يعطوه اياه قال له راح يبقى نفس الالم الى ان يعني اقل شي يومين تقطع الاكل وممنوع الصيام. لان هو البارحه ظل صايم فتأذى كلش بالزايد، فالصيام ممنوع حتى لا يصير عنده جفاف.